أمي قتلتني وأنا نائمة. أنا ندى من مصر، كان عمري 13 سنة حين حصلت قصتي عام 2023. كنت لابنة الصغرى المدللة لوالدي الذي قام بتحفيظ القرآن الكريم قبل أن يتوفى. كنت أيضا مقربة من أمي، ولكنها كانت تضربني كثيرا. في يوم الجريمة أخذتني معها إلى بيت جدي، وبعد أن نمت قامت بطعني بالسكين، فاستيقظت من نومي مرعوبة وأنا أصيح: ارحميني يا أمي، أنا ابنتك. ولكنها لم تتوقف، وطعنتني في رقبتي بقوة. قامت بتنظيف السكين وعادت إلى الغرفة، ونامت قرب جثتي لمدة 12 ساعة. وفي اليوم الثاني هربت إلى بيت أقاربي في الإسكندرية، وبعد أن تنزهوا وعادوا إلى البيت أخبرتهم أنها قتلتني. قاموا باستدراجها إلى مركز الشرطة، واعترفت أنها قتلتني بسبب ضغوط نفسية، وأنها لم تكن بوعيها، ولكن الأطباء أكدوا أنها بكامل قواها العقلية. في التحقيق وصفت شقيقتي الكبرى أمي بأنها نرجسية، وأنها في إحدى المرات حاولت قطع أصابعها، وقبل يومين من قتلي حاولت رميها من الطابق الأعلى. وبعضهم شكك في سلوك أمي الأخلاقي، وأنني قد علمت شيئا عنها ولذلك قتلتني. لقد كان كلامها متناقضا أمام القاضي، ولكن المحكمة رأت أنها قتلتني عمدا، وصدر الحكم عليها بالإعدام. النفس بالنفس لكل من يقتل أولاده عمدا.